ربك بيقول: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير وبأحسن حال. النهارده اشارك معاكم روتين يوم حلو قوي. معايا الصبح بدري كان عندي مشوار لازم انزله، وكان اليوم ده الحمد لله الجو كان لطيف جدا. كنت نازله كده الصبح حوالي الساعه 10. حبيت اصور لكم شكل السما، كان شكلها جميل. المهم بقى ان انا خلصت كده مشواري وكنت راجعه. بصراحه كنت عايزه افطر بره كمان، بس الوقت يعني ما سعفنيش كده، فروحت بقى فطرت في البيت واعمل شويه حاجات كده في البيت، تنظيفات عميقه. وهتكلم معاكم كده في شويه حاجات ممكن تكونوا انتم مخدوعين فيها او مش فاهمينها عن اليوتيوبر او عن يعني اي حد في السوشيال ميديا عامه. المهم ان انا كده دخلت على الحمام، نضفته تنظيفه عميقه بجد، تنظيفه من الاعماق. عارفين التنظيفه اللي انتوا بتجيبوا فيها الاعماق دي؟ حضرت بقى الحاجه اللي هنضف بيها. طبعا انا بنضف ببريكس. بريكس تحفه جدا جدا في تنظيف الحمامات، تنظيف الارضيات، في المسح عامه الشقه بجد هو حلو. كمان في تنظيف الخلاطات بتاعت الحمام اللي هي الحنفيات والدش وكده، حلو قوي، بيخلي فيه لمعه كده حلو قوي. المهم ان انا بحط شويه بريكس مع شويه صابون سائل برضو بيبقى حلو، وطبعا شويه ميه، وبقلبهم كده في بعض، وبمسك الليفه بتاعتي وبشتغل بقى الحيطان والدش والبانيو والحوض واعزكم الله تواليت، يعني كل حاجه في الحمام بغسلها كويس قوي. بس خلي بالكم ان انا عامله ليفه، يعني انا حاطه كده ليفتين في الحمام، ليفه بتاعت الحيطان والبانيو والحوض تمام، وليفه تانية بتاعت التواليت بس اللي بغسل بيها يعني من بره، يعني عارفين اللي هو مكان السيفون قصدكم الله، من بره. اما التواليت من نفسه جوه طبعا ليه فرشه مخصصه بنغسل بيها من جوه. طبعا اكيد فاهمين قصدي. المهم انتوا شايفين كده انا عملت ايه. طبعا عملت الاول كده بالصابون، وبعدين هشطف بالدش، ويعني ما فيهاش شرح في حاجه. عايزه اتكلم معاكم في حاجه بقى. مش كل اليوتيوبر اللي بتشوفوه او مش كل حد على السوشيال ميديا بتشوفوه تدوله تصديق لكلامه بنسبه 100%. تلات ارباع الناس اللي بيطلعوا لكم على السوشيال ميديا بيبقوا كدابين. اه والله العظيم كدابين. ليه بقى؟ بيفيكوا، بيعملوا حوارات عشان يجذبوا المشاهد، يبقى يستعطفوكوا، يعني يبينوا ان هم شخصيات مثاليه ما حصلوش. وهم طبعا بيكونوا في نفاق وفي كذب وكل الكلام ده. عايزه اقول لكم ان انا قناتي صغيره لحد دلوقتي، لان انا مش بفيك، مش بحور عليكم، انا بتعامل معاكم بما يرضي الله. بتعامل معاكم اللي هو اللي حصل بنقله لكم، بشجعكم، بديكوا افكار، بديكوا حاجات اللي هي تنفع في الحياه اليوميه، تشجيع، شويه نشاط كده، تتحمسي وتقومي تخلصي اللي وراكي. لو انا هدخل في سكه ان انا اعمل عليكم حوارات او ان انا اعمل حاجات فيك، بجد القناه تبقى في حته تانية. بس انا مش عايزه اعمل كده، انا مش عايزه اخش في السكه دي، لان اللي هيخش في السكه دي لازم يكمل فيها. خلاص هو يبقى دخل في سكه الكذب والحوارات، وان انا ابين لكم ان انا شخصيه مثاليه، وتشوفوني كده تقولوا يا سلام هي ازاي بتعمل كده، هي ازاي جميله كده، هي ازاي بيرفكت في كل حاجه كده. على فكره مفيش حد مثالي، كلنا فينا عيوب، كلنا فينا غلطات، كلنا بنقصر في حاجات كتير. فانا لما اطلع اقول لكم ان انا ما حصلتش، انا مفيش مني. لما اطلع اقول لكم ان انا حصلت لي مصيبه واصور لكم حاجات ما حصلتش، ابقى انا كدابه. لما اطلع انقل لكم حاجه عني مش موجوده في الحقيقه، ابقى انا كدابه. كل الحاجات دي موجوده على السوشيال ميديا، وناس كتيره جدا دلوقتي ما شاء الله بقت فاهمه وبقت واعيه، بقت عارفه الشخص الفيك من الشخص الحقيقي. وفي ناس كتيره جدا منساقه ورا كلام كده، ورا عناوين، ورا مثاليه ظاهره مش موجوده في الحقيقه، ورا حوارات وكذب ونفاق. ناس كتيره منساقه ورا الكلام ده. فالمهم يعني ملخص الكلام ده كله ان مش كل حاجه تسمعوها تصدقوها. شفتوا بقى انا عملت ايه كده وانا بتكلم معاكم؟ نضفت الحمام تنظيفه عميقه. طبعا ما جبتش كل التفاصيل عشان ما اطولش عليكم الفيديو، بحب كده اعمل لكم فيديوهات مختصره بحيث ان انتم ما تزهقوش وفي نفس الوقت تتشجعوا. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده. استنوني بقى الفيديو الجاي، ما تنسوش اللايك واشتراك في القناه وتعليق حلو زيكم. مع الف سلامه حبايب قلبي في حفظ الله.